بعض الممثلين اللي كنا بنشوفهم زمان على الشاشة كنا بنعجب بكل الأدوار اللي بيعملوهم، ما كانوش مجرد ممثلين. في بعضهم كان ليه حياة تانية خالص، وكنا فاكرين إن كل اللي بيقدموه حقيقة، لكن للأسف نص حياتهم طلع وهم. النهاردة جايب لكم اتنين من أشهر الجواسيس في السينما المصرية. واحدة فيهم كانت رائية إبراهيم. رائية إبراهيم اتولدت في اسكندرية سنة 1919، وكانت من عيلة يهودية. اتولدت في حارة اليهود في اسكندرية، وكان اسمها ليليان ليفي كوهين، وكانت في أول حياتها خياطة للأمراء والملوك، وكانت بتشتغل مع فرق قومية، وبعد كده اشتغلت مع فرقة اسمها فرقة زكي طليمات، وكان ليها 18 فيلم في السينما المصرية. ورغم إن كانت حياتها كلها موجودة في مصر، لكن هي كانت كارهة العرب، وكانت دايما بتحب إخواننا البعدة. وبسبب كرهها للعرب الشديد رفضت دور واحدة بدوية في فيلم كانت بتساند الجيش المصري أيام حرب فلسطين. ويقال أيضا إنها ساعدت في موت عالمة الذرة سميرة موسى، وإن هي كانت عاملة معاها صحوبية، وكانت سميرة موسى فاكراها إن هي أختها، ولكن للأسف هي كانت بتحاول تعرض عليها مشاريع خارج الدولة، ولكن سميرة موسى رفضت، وابتدت تخش شقتها وتدخل الموساد الإسرائيلي داخل الشقة عشان ياخدوا الأبحاث بتاعتها. ولكن العالمة سميرة موسى أثناء زيارتها للمفاعل الأمريكي حصل لها حادثة وانتقلت إلى رحمة الله سنة 1977، وكان عندها 58 سنة. وترقت رائية إبراهيم وأصبحت سفيرة النوايا الحسنة في إسرائيل، ولكن بعد رجوعها لإسرائيل اشتغلت في بعض الأعمال هناك وما رجعتش مصر تاني وتوفت هناك. الشخصية التانية اللي معانا النهاردة هي الممثلة كاميليا. الممثلة كاميليا كانت ممثلة يهودية واتولدت في اسكندرية، وكانت اتولدت سنة 1919، وكان أهلها كلهم من أصل يهودي. كانت والدتها بتمتلك بنسيون وكانت هي بتساعدها فيها. ويقال إن والدها اشتغل في مناصب كتير جدا، ولكن ما كانش فيه حاجة بالتحديد مكتوبة عنه. يقال إن هو كان ضابط، ويقال إن هو كان تاجر، ويقال إن هو مات قبل ما تتولد كاميليا، لكن الأقاويل كتير جدا. واللي اكتشف كاميليا المخرج أحمد سالم وهي كان عندها 17 سنة، واللي خلاها ترشح المكان ده إن هو أعجب بشكلها، وكان شكلها ملفت جدا. وكان أول فيلم مثلت فيه كاميليا كان اسمه القناع الأحمر، وده كان بداية كاميليا في الانطلاق في السينما المصرية. وكاميليا اتشهرت جامد جدا، وكانت صورها بتنزل على كل المجلات، لدرجة إن خلت الملك فاروق يهتم بيها ويتقرب لها. وبسبب العلاقة دي الموساد جند كاميليا عشان تاخد أخبار عن مصر وتنقلها بره. وبالفعل كاميليا ابتدت تنقل الأخبار المصرية للموساد، والكلام ده كان سنة 1948. ولكن كاميليا جالها مرض السل، واضطرت إن هي تسافر بره، ولكن لحظها السيء ما كانش فيه تذاكر موجودة. ولكن حظها اتقلب بعد كده، لأن الصحفي أنيس منصور اضطر إن هو يسيب التذكرة بتاعته لأن والدته تعبت فجأة. وفعلا كاميليا خدت التذكرة، ولكن الحظ يتقلب تاني، أو قدر ربنا سبحانه وتعالى، والطيارة تتفحم بكاميليا وتنتهي قصة كاميليا. أهم حاجة ما تنساش اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد أنا بعمله، واللايك المتين عشان الفيديو يطلع أكتر وناس كتير تشوفه. وما تنسانيش بتعليق كويس عشان المجهود اللي أنا بعمله. أشوفكم على خير في فيديو جديد. السلام عليكم.